بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وبغية تنوير الرأي العام بخصوص الحادث المأساوي والفاجعة الأليمة التي ألمت مؤخرا بالشعب الجزائري عموما من خلال الحافلة التي تعرضت إلى حادث مرور أدى بها إلى السقوط إلى أسفل الوادي الذي يربط بين بلدية المحمدية وبلدية حسين داي. الحادث أدى إلى وفاة 18 شخصا رحمهم الله، منهم 4 نساء. أدى كذلك الحادث إلى إصابة 25 شخص، أي بمجموع كل 45 راكب على متن الحافلة. حيثيات القضية تعود إلى 15 من شهر أوت من هذه السنة، حوالي الساعة 5:40 عندما كانت الحافلة من نوع ECG قادمة في الخط من مدينة الرغاية باتجاه وسط العاصمة الجزائر، مرورا عبر خط الطريق الوطني رقم 5. الحادث تمثل في سقوط هذه الحافلة من نوع ECG من أعلى الجسر إلى أسفله، مما أدى كما ذكرنا إلى وفاة 18 راكبا. تدخل رجال الحماية المدنية بمساعدة المواطنين، وتم انتشال جثث المرحومين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة. تم إثر ذلك وبحضورنا رفع جثث المرحومين ونقلهم إلى مستشفى أو إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا. تم تكليف إثر ذلك فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإجراء تحقيق ابتدائي تحت إشراف نيابة الجمهورية. كما في نفس الصدد تم تكليف خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي لإجراء خبرة عينية ميكانيكية على الحافلة. التحقيق الابتدائي توصل إلى مخالفات عمدية صارخة بعدم الالتزام بواجبات السلامة، بعدم الالتزام بواجبات الاحتياط التي يفرضها القانون أو التنظيم. بداية كانت من الحمولة الزائدة غير القانونية، حيث أنه كان على متن الحافلة 45 راكبا أكثر من طاقتها الاستيعابية. أكثر من ذلك أن المعاينة التي تمت من خلال ضباط الشرطة القضائية بتفحص أشرطة الفيديو للكاميرات المنصبة قبل الجسر أبانت بأن الحافلة كانت ممتلئة عن آخرها، أبانت بأن الحافلة كانت ممتلئة في الرواق، كانت ممتلئة بجانب السائق، وكانت ممتلئة حتى في رواق النزول في آخره، وهو ما يعد غير قانوني البتة، وهي مسؤولية السائق وكذلك مرافق السائق قابض التذاكر. التحقيق الابتدائي أبان بأن الحافلة غير مرخصة للسير، حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل لولاية الجزائر، كما أن مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية اللازمة باعتباره يعمل في مؤسسة عمومية، وكعمل إضافي يقوم بقيادة هذه الحافلة يوم الجمعة، وهو ما يعد عمل غير قانوني. اتضح كذلك أن سائق هذه الحافلة غير مؤمن باعتباره ساكن إضافي. اتضح كذلك أن
مرافقه قابض التذاكر غير مؤمن. الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي المعد من طرف خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام توصل إلى أن السبب المباشر للحادث هو توقف منظومة التوجيه أو توقف نظام التوجيه، وذلك بفعل خلل على مستوى مفصل التوجيه، وهو ما أعاق الحركة المفترضة لعناصر المنظومة. بذلك فإن هذا التعطل أو هذا التوقف un blocage du système de direction كان سببه مشكل أو عطل في لا روتول دو ديريكسيون، ومنه تم إعاقة الحركة كليا، ولم يتمكن سائق الشاحنة أو سائق الحافلة من توجيهها. زيادة الحمولة ضاعفت هذا العطل، مما أدى إلى عدم إمكانية التحكم فيها. الفحص الميكانيكي كما سبق وأن قلت المعد من طرف خبراء المعهد الوطني لعلم الإجرام بين نقص صيانة الحافلة، بين بأن منظومة التوجيه بها عدة أعطال أخرى وتسربات لزيت علبة التوجيه، بين كذلك بأن منظومة الفرملة ضعيفة وأن بها انخفاض في فاعليتها، بين كذلك بأن فرامل اليد معطلة تماما، وهو ما ألغى إمكانية التوقف الاضطراري للحافلة. التحقيق الابتدائي كذلك توصل بأن الوثيقة أو بأن محضر المراقبة التقنية المعد من طرف المراقب التقني للمركبات لم تسجل به أي ملاحظات أو أعطال للحافلة، في حين أن الفحص الميكانيكي الذي تم إعداده بين وجود عدة أعطال وعدة مشاكل ميكانيكية بهذه الحافلة، وهو ما جعل مسؤولية التقني المراقب قائمة في قضية الحال. بتاريخ اليوم 19 أوت 2025 تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية، وتم فتح تحقيق قضائي ضد المشتبه فيهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق. المتهمين الذين تم توجيه الاتهام ضدهم كالآتي: المتهم سائق الحافلة المدعو دراجي حمزة، تم توجيه الاتهام له عن جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وكذلك تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة. تم كذلك توجيه الاتهام لمرافق السائق قابض التذاكر المدعو أو المتهم هجرس نصر الدين بجنح التسبب في القتل الخطأ والتسبب في الجروح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر. تم توجيه الاتهام كذلك للمتهم براهمي جلال مراقب تقني للمركبات، وذلك عن جنح تحرير عمدا شهادة تحمل وقائع غير صحيحة ماديا، وكذلك تعريض حياة الغير للخطر وذلك بالانتهاك المتعمد لواجبات السلامة والاحتياط. تم توجيه الاتهام كذلك للمتهم مالك الحافلة المدعو حامق رفيق عن استعمال المحضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع غير صحيحة ماديا، وبذلك تعريض حياة الغير للخطر. بعد انتهاء السيد قاضي التحقيق من سماع المتهمين الأربع لدى الحضور الأول، أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي وإجراء الخبرات اللازمة وتحديد الملابسات والمسؤوليات بدقة. هذا وإن نيابة الجمهورية لن تتوانى إطلاقا في توجيه الاتهام لأي شخص ثبتت
مسؤوليته في هذه الوقائع من قريب أو من بعيد. وشكرا. نأخذ سؤال أو سؤالين على الأكثر. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الندوة الصحفية من محكمة الدار البيضاء بالعاصمة لوكيل الجمهورية لدى المحكمة بخصوص حادثة وفاة 18 شخص إثر سقوط حافلة بمجرى وادي الحراش. إذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة أكد أن الكاميرا أظهرت أن الحافلة كانت ممتلئة عن آخرها.